عاملين ايه؟ ازيكم؟ بعد اللايك والشير والصلاة على الحبيب المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. تتأسس صح الأذان والجمل، طفلك يبدأ صح وكمان يكمل صح. طيب، النهاردة هتكلم على نقطة أوقات كتير قوي بتروح عن أولياء الأمور، اللي هي نقطة ايه؟ نقطة إن أنا خلصت الحروف وطفلي مش عارف يعني ايه حروف عضادة، يعني ايه حروف لثوية، يعني ايه حروف مفخمة. سواء كان الحروف العضادة أو الحروف اللثوية أو الحروف المفخمة، كتير قوي من الأطفال للأسف بيجوا ما بيكونوش عارفين إيه هي الحاجات دي. فدي حاجة بتعوقنا شوية في الإملاء أكتر من القراءة، يعني في القراءة إلى حد ما مش صعوبة قوي يعني، بس الصعوبة الأكتر هي في الإملاء. لأن طبعا زي ما احنا عارفين إن الحروف العضادة ما ينفعش إن إيه الطفل يلزق حاجة بعديها. فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتعوق في القراءة والكتابة. طيب، تعالوا النهاردة ناخد 3 أناشيد، او هم مش 3 بصراحه، هم 5. هم 5 اناشيد. دي انا عامله لها انشدتين ودي انشدتين ودي انشوده. تعالوا ناخد الاناشيد ليهم هم ال3. احفظ الفيديو لان بجد بجد هيعجبك جدا، وهتحتاجي له وهتلاقي نفسك رجعتي بيه لورا علشان تعالى بتطلق منه حاجه جديده ومفيده. طبعا زي ما احنا عارفين ان كل الاطفال الاناشيد والاغاني والحاجات دي بتدخل معاهم بسرعه وبيتعلموها بسرعه جدا، عن لو انت اعطيتي المعلومه مباشره. اللي احنا بنحاول نعمله او اللي انا بحاول اعمله ان انا بدي المعلومه بس بطريقه غير مباشره، بطريقه الانشوده الحلوه اللي كل الاطفال بتحبها. طيب، من غير رغي كتير عشان بوظ عليكم الفيديو وبوظ عليكم الدنيا والوقت يجي بسرعه، تعالوا ندخل معانا على اغنيه الحروف العضاده او الانشودتين بتاع الحروف العضاده. كريم انا بحب اعمل كل حاجه الاثنين. يلا. حته حته حته، حروف عضاده 6، اللي يجي قبلي اتفضل يمسك فيا، واللي يجي بعديا يبعد عني شوية. ها، تاني تاني، ولا مرة تاني. حتة حتة حتة، رفع الضادة 6، اللي يجي قبليا اتفضل يمسك فيا، واللي يجي بعديا يبعد عني شوية. ألف ودال وذال، راء وزي وواو. ألف ودال وذال، راء وزي وواو. حتة حتة حتة، رفرفاسة 6، اللي يجي قبليا همسكه بإيديا، واللي يجي بعديا هرفصه برجليا. حتة حتة حتة، رفرفاسة 6، اللي يجي قبليا همسكه بإيديا، واللي يجي بعديا هرفصه برجليا. ألف ودال وذال، راء وزي وواو. ألف ودال وذال، راء وزي وواو. ليهم كام دراع بقى الحروف الرفاسة أو الحروف العضادة؟ ليها دراع واحد بس. كل الحروف ليها دراعين 2، إلا الحروف الرفاسة أو الحروف العضادة فهي ليها دراع واحد بس. طيب، دي كده الحروف العضادة أو الحروف الرفاسة. تعالوا نمسك الحروف اللثوية. الحروف اللثوية 3 أشقية، كل ما يطلعوا في الكلام بيطلعوا طرف اللسان. تاني، الحروف اللثوية 3 أشقية، كل ما يطلعوا في الكلام بيطلعوا طرف اللسان. ذا ذا ذا، ثا ثا ثا، ظا ظا ظا. تاني تاني، الحروف اللثوية 3 أشقية، كل ما يطلعوا في الكلام بيطلعوا طرف اللسان. ذا ذا ذا، ثا ثا ثا، ظا ظا ظا. هذه الحروف الايه؟ الحروف اللثوية. الحروف اللثوية 3 مية مية. خلي بالك هتطلع طرف لسانك. خلي بالك هتطلع طرف لسانك. اوعى تطلع كله، لا ده طرف منه. كده يبقى دي انشودة الحروف العضادة والحروف اللثوية. تعالوا بقى مع بعضنا نشوف الحروف المفخمة. تمام، يبقى كده أخدنا الحروف العضادة اللي احنا قلنا إن هي لها دراع واحد بس،
وأخدنا كمان الحروف اللثوية اللي احنا بنطلع فيها طرف اللسان. طرف اللسان، معلش كتر الحروف اللثوية خلى لساني بقى بيطلع أنا كمان. طيب بعد كده هناخد الحروف المفخمة، وزي ما قلنا إن الحروف المفخمة والحروف اللثوية والحروف العضادة كلهم بينفعونا في الكتابة أكتر من القراءة كمان. طبعا في الكتابة زي ما احنا عارفين لما أجي أنطق كلمة بالسين غير لما أنطق حاجة بالصاد، لما أنطق كلمة اللهم صل على سيدنا محمد بالضاد غير لما أنطق حاجة بالدال. فلازم أبقى عارف معرفة الطفل الحروف المفخمة علشان لما أجي أقرأ الكلمة قدامه علشان يكتبها يعرف يميز الحرف المفخم من الحرف اللي ايه المرقم. طيب تعالوا بقى نشوف الحروف المفخمة. يا حروف يا تخينة يا حلوة مفخمة، تبحر تخينة ننطقها مقلبظة. تاني، يا حروف يا تخينة يا حلوة مفخمة، تبحر بصوا تبحر تخينة ننطقها مقلبظة. خطة ضغط القلب بين حروف مفخمة، خطة ضغط القلب بين حروف مفخمة. يا حروف يا تخينة يا حلوة مقلبظة، تبحر شقية ننطقها مفخمة. خا خا صا صا ضا ضا غا غا طا طا قا قا ظا ظا. تاني، خا صاد خا صاد ضاد غين قا قاف ظا. تاني تاني، خا صاد ضاد غين طا ظا خا صا ضا غا طا قا ظا خص ضغط القاف خص ضغط القاف. يبقى السبع حروف دول هي الحروف المفخمة. طبعا غير كده دول اسمها حروف مرققة ما عدا حرف الراء، ده ليه قاعدة تاني هناخدها في أحكام تجويد القرآن الكريم إن شاء الله. ولو وصلت لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير والصلاة على الحبيب. نتأسس صح مع زينب الجمل، نبدأ صح وكمان نكمل صح. أتمنى منكم تشير الفيديو على قد ما تقدروا علشان زي ما احنا بنستفيد عايزين غيرنا كمان يستفاد، وانا كمان اخد حسنات وثواب. لحد هنا الصلاة على الحبيب قلبك كتير، واشوفكم باذن الله الفيديو اللي جاي.